النهاردة هوريكم مكان كنز حقيقي، حاجة أنا كنت بدور عليها بقالي كتير جدا وعايزة أعرف مكانها أو بتتجاب منين. إيه الأحجار اللي ممكن إن إحنا نطعم بيها اللوحات بتاعتنا أو الملابس، أو لو أنا بعمل إكسسوارز خواتم أو دلايات أو أي حاجة ممكن أجيب أحجار. والأحجار دي على فكرة مش أحجار طبيعية، خدوا بالكم، ولكن الأحجار الطبيعية بتكون في حارة الصالحية برضو موجودة في شارع المعز. إحنا دلوقتي في شارع المعز أهو، وهوريكم معايا الشارع اللي هدخل فيه، لان هو يعني لو حاولتوا تروحوا له من اتجاه تاني غير شارع المعز هيكون صعب شويتين. هو بيطرح من حارة اليهود. كنت صورت فيديو قبل كده عن مكان شراء الظرف بتاع الميني كرافت، ودخلت فعلا الشارع ده، ولكن المرة دي خدت بالي ان في اول الشارع في محلين بيبيعوا الأحجار أو الفصوص اللي بتستخدم في الأعمال اللي قلت لكم عليها من شوية. تعالوا كده نشوف. احنا هنمشي زي ما انتم شايفين كده في شارع المعز لغاية ما تلاقوا المبنى اللي في النص ده. تمام. هوريكم كمان الدخل، عجبني أوي الطيور اللي بتاعت الغية، الحمام اللي عمال يلف ما شاء الله. بحب جدا الحمام، شايفين الحركة بتاعته عاملة ازاي، فحبيت ان انا اصورها، معلش. طيب تعالوا بقى كده نشوف الشارع ده اسمه ايه. الشارع ده اسمه شارع الخرونفش اهو. الحارة دي او حارة الخرونفش، شوفوا كده مكتوب عليها ايه. هتلاقوا العلامة دي او اسم الشارع كمان مكتوب على بداية الشارع زي ما انتم شايفين كده، وبرضو في مقر للشرطة تحت اللوحة دي. أول شارع بقى بعد ما بدخل فيه شوية كده بتخش شوية حوادات. أنا هوريكم الكارت بتاع المحل، لأن أنا بصراحة ما صدقت إن أنا لقيت الأحجار دي، كان نفسي فيها من زمان. ده هو الأحجار اللي موجودة عندهم تشكيلة هايلة جدا بصراحة، وناس ذوق ومحترمين قوي. بصوا شايفين الفصوص دي؟ لو انتوا بقى بتعملوا شغل فعلا يدوي، اي حاجة هتعجبكم قوي ان انتوا تطعموا الشغل بتاعكم بالفصوص دي، هتديله روح وهتخلي القطع بتاعتكم مميزة جدا في الوان كتير. الشغل ده طبعا بيتباع بالجرامات، فطبعا احنا لما بنيجي نشتغل اي حاجة يدوية بنحتاج كتير. بصوا بقى الحاجات دي اسمها عقيق. وطبعا هو الحاجات دي كلها زي ما قلنا ان هي احجار صناعيه، ولكن ممكن تستخدم في الفسيفساء، وممكن كمان تتقطع بالاشكال اللي احنا عايزينها. بس الفصوص دي بتكون خلاص جاهزه ان هي تتلزق على طول. مكان حلو قوي. وكمان المحل اللي جنبه برضو في تشكيله حلوه قوي من الاحجار، ولكن لازم تشتروا كميات منها. انما في المحل ده ممكن تشكلوا مجموعه من الاحجار مع بعضها، فتقدروا ان شاء الله ان انتوا تعملوا شغل مميز جدا. واتمنى ان الفيديو يكون مفيد ليكم، زي ما انا كمان كنت محتاجة اعرف مكان الاحجار دي بتتباع فين. قولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش لأول مرة تشوفوا القناة لايك واشتركوا في القناة. لو شايفين ان الفيديو ده هيناسب حد من اللي تعرفوه، شير.